عيشوا معنا أجواء رمضان. اليوم 12 من رمضان، محشي السلق الفلسطيني. كنافة تركية بالموزاريلا. شوربة فريك. هاي المحشي السلق الفلسطيني كيف جينا. هاي الكنافة ندناها باش شربناها بالسمن. السمن بالسمن ولا وقطعنا وعملنا موتزاريلا من الوسط. هي ما وريتلهاش، مازلنا ما درناش موزاريلا. درنا لها شربناها بالسمن والان نديروا الموزاريلا هي جبن، نديروها في الوسط ونزيدوا لها الكنافه. هي عباره عن قطايف نسميوها اتراك والمشارقه والفلسطينيين الكنافه. قطعناها قطع هكا صغيره، درنا لها ذوبنا السمنه. الان نواسيوها هكا في الصينيه، ثم نذوبوا نبشر الجبنه اللي هي عباره هذه جبنه، ونزيدوا قطايف من الفوق. هاي خبزة القطايف جاتنا، درنا لها الشربات عسلناها. نوريوها لكم شوف القرميشه تاعها. عندنا هذه موتزاريلا شيماء، هي المخيره في الجزائر، هذه اللي لازم تعتمدوا عليها. هو عباره عن جبن يتمدد. المهم نديروا كميه كونتيتي هكا، كميه كبيره. شوفوا كيف نجعلها فوق قسموها هكذا فوق القطايف اللي سقيناهم بالسمنه. السمنه هي عباره عن هذه هنا سمنه المدينه كالكوشه الاخرى. ناخذ كميه من القطايف ونجعلها في طبقه ثانيه فوق الموزاريلا اللي هي الجبن المتمدد بطريقه هذه. هي خبزة القطايف التركية. هكذا نشوها على الكنافة. ما تكفيش. ثم نسقيها بالعسل أو الشربات اللي هي كمية من السكر زائد ماء وماء الزهر. نجعلها الآن فوق في مقلاة فوق النار على نار هادئة. هذا هكا تجيب على الأخير نزيدو نسقيو مع الله بالعسل بالشربات أو العسل هكذا. نجي نقرمشها. الله قطايف. شوف اللون تاعها. كنافة تركية شي قطايف. هذه خرج تجيب الموزاريلا. شوف محمرة. قسموها. شوفوها المشاهدين. معمرة جبنة للشاهي. ان شاء الله يعجبكم الفيديو. روتيننا شحال 12 من رمضان مع خبزة القطايف.